يا أهلا وسهلا، يا هلا يا هلا يا هلا. معلش لو كنت اتأخرت كالعادة ال5 دقايق بتوع كل يوم دول. فسامحوني معلش. آم، أنواع من البنات، أو مش هنقول بقى أنواع من البنات، صفات البنات بتعملها أو حاجات البنات بتعملها بتخليها فريسة لأي راجل. أي راجل ممكن يستغلها، أي راجل ممكن يضحك عليها، أي راجل ممكن يشتغلها وياخد منها الحاجة اللي هو عايزها ويرميها. فهنقولها كده النهاردة، وكل بنت بقى معانا تبص لنفسها، تبص لنفسها، هل الصفات اللي احنا هنقولها دي انا موجودة يعني فيا ولا لأ، ولا انا براءة من الصفات دي فاعرف اكمل حياتي. لان الصفات ديت موجودة كمان. عايز اقول لكم على حاجة، في المتجوزين وفي ستات متجوزة، في رجالة تانية بيعرفوا يجيبوا رجليهم. فهنتكلم برضو عن النوعية دي. مش هنسيب ان شاء الله النهاردة اي حاجة من الحاجات اللي هي ممكن تكون البنت بتتعرض لها تخليها فريسة لأي راجل ويعلقها بيه وبتاع، وبعد كده يخلع ويسيبها. فإن شاء الله هنتكلم في الموضوع ده النهاردة باستفاضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة كده خبط لزق اللي بتخليكي فريسة لأي راجل، هي البنت المتلهفة للمشاعر، اللي نفسها تحب وتتحب وحد يهتم بيها وهي تهتم بحد. دي فريسة سهلة جدا 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 ولقطة لأي راجل. أي راجل يمسك البنت دي يلف عليها، يديها اهتمام، يديها شوية مشاعر، يديها وبعد كده ياخد اللي هو عايزه منها، سواء بقى اللي كان عايزه فلوس، عايز علاقة، عايز أي حاجة من الرجالة بتعوزها دي. تمام، يخش على البنت المتلهفة للمشاعر دي. وركزوا بقى معايا، عشان بقى الحتة ديت جات لي في الاستشارات كتير قوي 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 كمان. احيانا الستات المتزوجة زوجها ممكن ما يكونش بيهتم بيها قوي، ما بيهتمش بها الاهتمام يعني بتاع الزوج، لان نظرا بيكون بره البيت كتير، ما بياخدش باله منها من على الجانب المادي او على جانب المشاعر. فيكون معاها واحد في الشغل، ركزي، فيكون معاها واحد في الشغل يقعد يهتم بيها ويهتم ويبعت لها على الواتساب ويجيب لها فطار معاه وهي راح الشغل، هما الاتنين يفطروا مع بعض يعني. تمام، ويقدم لها كل حاجة. هو حاسس ان جوزها اللي متجوزاه مش معوضها لها. فايه اللي يحصل لست هانم؟ ست هانم تتعلق وهي متجوزة. خدوا بالكم، وهي متجوزة، عشان هي متلهفة للمشاعر، عشان عايزة مشاعر وبتدور على مشاعر. وكتير من الشركات حصل فيها الكلام ده، وكتير من المصالح الحكومية حصل فيها الكلام ده، والمشاكل دي بتجيلنا كلنا في الاستشارات. ليه؟ جوزها مش بيهتم شوية، فتروح تدور بره على الاهتمام، فتروح تدور بره على الكلمة الحلوة. عايزة تسمع كلمة حلوة، ما جوزي ما بيقوليش كلام حلو. تقعد تدور على اي حاجة فيها مشاعر. شفت بقى؟ وممكن كمان تقعد تتواصل مع الشخص ده على الواتساب، وممكن يتكلموا مع بعض في التليفون كمان، ويبقى في ما بينهم علاقة في التليفون من ورا جوزها عشان المشاعر. شفت بقى؟ شفت؟ سيبك من الجواز. البنات بقى العادية اللي هي بقى عندها 18 سنة، من وانت طالع بقى، من وانت طالع تبقى عايزة حد تحبه وحد يحبها، حد يهتم بيه. الولد بقى الصياد، هنسميه الصياد، بيشوف البنت دي كويس قوي، ويشوف ان هي محتاجة للمشاعر. وبيبان على فكرة البنت اللي محتاجة لحب وحنان وعطف ومشاعر بيبان عليه. فالولد الصياد ده هو عايز ياخد منها حاجة معينة، عايز ياخد منها فلوس، عايز ياخد منها يعني ايه. الشباب والبنات احنا عارفين انا اقصد ايه، مش عايز اغوط في الموضوع ده. هو عايز ياخد منها حاجة، فيفضل يقول لها انا بحبك، ويهتم بيها، ويبعت لها على الواتساب كل شوية، ويطمن عليها كل شوية في التليفون، ويديها اللي احنا عارفينه. فالبنت تعمل ايه؟ تسيب نفسها. ومجرد ما سابت نفسها خلاص وتعلقت بالشخص ده، بيعمل اللي هو عايزه، يعمل اللي هو عايزه بكل سهولة. والقصص في الحاجات دي كتير، القصص كتير قوي 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 في المواضيع دي.
فلذلك لازم تكون فاهمين، انا متلهفه المشاعر، هو انا عايزه احب واتحب، هو انا عايزه حد يهتم بيا، هو انا عايزه حد يشتغلني. ايه ده؟ ايه ده؟ كل البنات كلنا ربنا خلقنا عندنا حته الكمال البشري، ما انتش محتاجه حاجه من حد، مفيش حد هيجي يكملك عشان انت ما انتش ناقص. ربنا خلق البني ادم ما فيهوش نقصان، لا على الجانب المادي ولا على جانب المشاعر. انت اللي مفتقر للمشاعر فرايح تدور عليها بره، فلازم تتعب. هتتعب تعب ابن لذينه ومش هتوصلي. وفكرك الشخص اللي حضرتك بتسيبي له نفسك ده هو هيديك مشاعر؟ ابدا والله. ده هيلففك ورا كده، هيلففك ورا كده عشان تاخدي منه حاجه، ومش هتعرفي تاخدي منه اي حاجه، لانه هيخلع مجرد ما ياخد الحاجه اللي هو عايزها منك دي. مش انت متلهفه المشاعر؟ خدي حب اهو، خدي اهتمام، خدي كل حاجه، هنخرج وهنتفسح وهنخربها. لكن بعد كده لما ياخد الحاجه اللي هو عايزها يزهد في حضرتك ويدور على غيرك. فهنا بقى البنت لازم تكون تقيله، تكون تقيله، مش كلمه توديها وكلمه تجيبها. ما ينفعش كلمه توديكي وكلمه تجيبك. لازم البنت تبقى تقيله وشبعانه، بمعنى كلمه شبعانه، مش بتدور على حاجه بره. وهنا الاهل لازم يهتموا بالحته دي، شبع عيالك مشاعر عشان ما يدورش عليها بره. اتفقنا يا شباب؟ فدي حاجه بقت باينه قوي الايام دي، وملاحظه قوي الايام دي، وكترت قوي 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 الايام دي. فناخد بالنا منها. رقم 1 هي المتلهفه للحب والمشاعر. رقم 2، انا اسف طبعا في الكلمه اللي انا هقولها دي، الهبله اللي بتصدق اي حاجه. الهبله اللي بتصدق اي حاجه. ازاي بقى؟ يجي يقول لها مثلا، هي تكون قاعده على السوشيال ميديا، فيخش يبعت لها رساله: والله انا معجب بالبوستس قوي اللي حضرتك بتنزليها، كلامك جميل قوي بيمس القلب، على فكره احنا في ما بيننا وما بين بعض افكار مشتركه، احنا تفكيرنا زي تفكير بعض. هتسمعي الكلام ده كتير قوي. فنظرا ان هي بني ادمه هبله تصدقه، فترد عليه وتتكلم معاه وتفتح قلبها ليه، وتتكلم بقى وتعيش وتزيد وتروح وتقول له حصل وعمل ومش عارف ايه، وتسلم نفسها. شوفوا الهبل عمل ازاي، عشان بس دخل قال لها احنا في ما بيننا افكار مشتركه وفي ما بيننا حاجات مشتركه، فراحت تعمل الموضوع ده. شفتوا بقى؟ اهي الهبله دي حد بيقول انا الهبله؟ اهي الهبله دي لو طلب منها ايه هتعمله له. لو قال لها انا مزنوق ومش معايا فلوس هتجري تستلف علشانه وتودي نفسها في داهيه، عشان هي هبله. هتستلف علشانه. ولو طلت انها تسرق هتسرق علشانه. لو طلت ايه هتعمل اي حاجه علشانه. لو قال لها سيبي لي نفسك وجسدك هتسيبه. الكلام ده انا مش بقوله من الهوا، الكلام ده انا جايبه لكم من الواقع، الكلام ده انا شفته، الكلام ده كلها في جلسات بتجيلي. تسيب نفسها للولد. عارف يعني ايه تسيب نفسها للولد؟ فالولد يعمل اللي هو عايزه، وبعد ما يعمل اللي هو عايزه تلاقي البلوكات بقى. راح يعمل لها بلوك من كل حاجة، من كل حاجة في حياته. يعمل لها بلوك على كل السوشيال ميديا وعلى تليفونها وعلى كل حاجة. تيجي تتصل بيه من رقم تاني مجرد ما يسمع صوتها يقفل في وشها. ليه؟ عشان هي هبلة وسلمت نفسها وادته كل حاجة وفضلته على نفسها. شفتوا الهبل ده؟ احنا ايه ده الكومنتس مليانه بنات هبل كتير. انا طبعا الصفه، طبعا حضراتكم طبعا كلكم على عيني وعلى راسي، لكن انا بتكلم على الصفه. يعني الصفه ديت، صفه الهبله ديت، في بنات كتيره ماشيه بيه، ماشيه بالهبل، ماشيه ان هي بتصدق اي راجل اي كلمه يقول لها احنا حبنا صادق، انا بجد اول لما شفتك حبيتك من اول نظره. بجد خطف قلبها. شكرا يلا مع اخواتك اللي متدمرين نفسيا وتعبانين في حياتهم. خدنا بالنا؟ فطبعا دي رقم 2، الهبلة اللي هي بتصدق اي حد. طيب علاج الهبلة ايه؟ دي مش محتاجة ان انا اقول لحضرتك تعملي ايه، مش محتاجة والله. محتاجة انك ما تصدقيش وتتقلي ومشاعرك تحافظي عليها. مش اي ولد بكلمة يجيبك وبكلمة يوديك ويطلعك وينزلك. ما ينفعش. في حاجة اسمها كرامتك انت كبني ادمة.
مهما لو الدنيا كلها بتقولك انا بحبك، ولا يفرق معاك، ولا يفرق بمعنى كلمة ولا يفرق. انا عارفة قيمة نفسي، انا عارفة قيمة نفسي. مفيش اي ولد مهما كان حضرتك مين هيعرف يهز مني شعرة. محتاجة ثقة بالنفس عالية قوي الحتة دي. تمام. النهاردة يوم الاسئلة ولا بكرة؟ بكرة بإذن الله. اتفقنا. اول حاجة المتلهفة للمشاعر، تاني حاجة الهبلة اللي بتصدق اي حاجة. والله الهبلة دي بقت كتير قوي، بقوا كتار جدا جدا. القصص اللي بنسمعها والمشاكل اللي بتجيلنا تخلينا نقول دي هبلة، ده ما بتفكرش، ده ما فيش بربع جنيه دماغ، ده مسلمة مشاعرها خالص، ده مسلمة نفسها للولد ده خالص. وتقعد تقول هو الولد ده عرف يجيبك قوي كده؟ يا بنت انت عبيطة قوي كده، يا بنت انت هبلة قوي للدرجة دي. ايوه هي فعلا هبلة. هي لو نصحى بربع جنيه الولد ده اصلا مش عارف يقرب لها. اول لما يقول لها، يبعت لها رسالة على فيسبوك ولا حاجة انا معجب بيكي، تلاقي البلوك في وشه. تديش فرصة، ما تفتحش الباب اصلا لاي ولد من السوشيال ميديا ان هو يجي يقول لك حاجة فيها اهتمام او تديله رقم حضرتك. اقفل الباب ده يتقفل. رقم 3، وديت معلش هنقف عليها شوية، اللي هي بتختار الشخص علشان شكله. تعال بقى هنا لو سمحت شوية، عشان دول كتروا قوي. شفتي فلان انا معجب بيه قوي، انا معجبة بيه قوي. ليه؟ امور كده وكيوت ووسيم كده وكلامه حلو كده وهو بيتكلم، انا معجبة بيه قوي. انا بحب الشاب اللي عنده شعر في صدره وعنده عضلات وبيروح الجيم وعنده السكس باكس. ممكن تروح تتخطب لولد علشان شكله، طز بقى في اخلاقه، طز في رجولته، طز في جدعنته، طز في اي حاجة، لكن اهم حاجة ايه؟ عنده عربية. ده عنده عربية ايه؟ ده عنده عربية مفيش حد راكبها عندنا في البلد كلها. ده عنده عربية منزلش منها غير قطعة واحدة في العالم، المصنع قفل، نزل القطعة ديت وقفل المصنع بعدها. بتختاره عشان شكله، علشان فلوسه، علشان وسامته، علشان عضلاته، علشان شعر صدره، علشان شعر راسه. بتختاره عشان كده. هي مش شايفة اي حاجة في الولد الا دول. فايه اللي يحصل؟ تاخد على دماغها، لان غالبا الظاهر بيبقى عكس الباطن. ظاهر الشخص حاجة، لكن جوه انت ما تعرفيش. هي ما شافتش هو بخيل ولا لا، ما شافتش هو انسان صادق ولا لا، ما اختبرتش اي حاجة. هي ماشية بالشكل عشان تنزل الصور على الانستجرام وايه، وتقول شايفين خطيبي، شايفين الجمال، شايفين الحلاوة، شفتوا بقى انا ازاي انا عرفت اختار. وهم يقولها ما شاء الله زي القمر، انتوا الاتنين لايقين على بعض قوي، ايه التشابه الجميل اللي ما بينكوا ده. كل دي اشتغالات يا جماعة، والله كل دي اشتغالات. مفيش حاجة اسمها بالشكل دي. تختارش راجل عشان شكله، تختار الراجل عشان فلوسه، تختار الراجل عشان عربيته. ايه ده؟ هي الفلوس هتفضل موجودة ولا العربية هتفضل موجودة ولا الشكل حتى هيفضل موجود؟ والكلام ده لأي ولد وأي بنت اللي بيروح يختار بنت عشان حلوة، واللي بيروح واللي هي بتختار ولد علشان وسيم أو جميل أو عنده مش عارف ايه ده؟ ده مش اختيار. فتروح تختار الولد ده وتعجب بيه، فالولد يشوف ان هي معجبه بيه وهي تقعد تقول له والله ده انا يعني معجبه بشكلك، او انت امور قوي، انت زي القمر، والله انت كيوت قوي 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 قوي. وبعد ما هو ياخد باله من ان هي بتموت فيه، تسلم له نفسها. يفضل بقى يزود بقى، يلبس النضاره، يحط البرفيوم التقيل الجامد اللي ما بيروحش من الهدوم الا بعد اسبوع ده الا لما يتغسل، يديها اللي هي عايزاه، فتسلم نفسها، فياخد اللي هو عايزه. صح؟ مش بيحصل؟ بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل. الكلام ده بيحصل يا جماعة بشكل يومي مع البنات الهبلة المتلهفة للحب اللي بتصدق أي حاجة. يعني واحدة هبلة ومتلهفة للحب والمشاعر، هل هتختار واحد عشان رجولته وجدعنته؟ هل هتختار راجل عشان شخصيته؟ لا، هتقعد تختار العضلات وشعر الصدر والحاجات دي كلها. ده طبيعي، ما تلومهاش. هي طيبة مش عايز أقول طيبة، الطيبة دي كلمة إيجابية. فهتختار أكيد هتختار شخص عشان شكله، مش هتختار الأخلاق. يعني سيدنا محمد بيقول إيه؟ إن جاءكم من ترضون خلقه ودينه. ما جابش سيرة الفلوس ولا جاب سيرة الوسامة
ولا جاب سيرة العضلات، ولا جاب سيرة شعر الراس ولا شعر الصدر، لا ما جابش سيرة الكلام ده. الخلق والدين، دي الرجولة، دي الجدعنة، دي الراجل اللي اختار عليه. لما اكون عايز اختار راجل، اختار الرجولة والجدعنة، مش اختار الاشخاص باشكالهم. الشكل بيتغير، مفيش حد هيفضل يا جماعة على الشخص على الشكل اللي هو عليه ده. الشكل سبحان الله مع الايام ومع الوقت بيتغير. واقول لك على حاجة انت كمان مع الوقت انت بتعتاد الشكل اساسا. لو حضرتك متجوزة مهند هتعتدي على شكله، الشعر الاصفر والعيون الخضراء والجمال والحاجات دي كلها هتعتدي على شكله. وحضرتك لو متجوز ملكة جمال العالم هتتعود على شكلها، هتتعود عليه والله، مع الوقت هتتعود عليه. اللي بيتبقى ايه؟ بيتبقى الاخلاق، اللي بيتبقى الصدق، اللي بيتبقى هي العلاقة الكريمة. شفت بقى؟ ده اللي بيتبقى والله. لكن تقول لي شكل، تقول لي عضلات وبتاع، ده كلام فاضي. لكن البنت دي زي ما بقول لكم بتبقى ساذجة قوي 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 قوي، وبتاخد على دماغها في الاخر علشان تفوق. فاحنا بنقول الكلام ده اللي بيبقى في اللايف ده علشان البنات ذات نفسها تعرف بعد كده الاختيار يبقى عامل ازاي. ما يبقاش باين عليا ان انا متلهفة للحب والمشاعر، ما يبقاش باين عليا ان انا بصدق اي حاجة، كلمة توديني وكلمة تجيبني. ما ينفعش والله، ما ينفعش، بمعنى كلمة ما ينفعش. رقم 3 هي اللي بتختار عشان شكله. ده مش نضج، ده مش نضج، ده مش نضج في الاختيار. اختار الراجل علشان رجولته، علشان جدعنته، علشان اصله، علشان دينه، علشان اخلاقه، مش عشان شكله. رقم 4 هي اللي بتيجي على نفسها عشان الطرف الاخر يرضى عنها. تاني، رقم 4 هي اللي بتيجي على نفسها علشان الطرف الاخر يرضى عنها. ممكن البنت دي تغير شكلها بمعنى كلمة تغير شكلها عشان الشخص اللي معاها يرضى عنها. يقول لها انا بحب البنات اللي شعرها اصفر، تروح تغير شعرها تخليه اصفر. يقول لها انا بحب مثلا البنت اللي شعرها بيجي لحد هنا، تروح تقص شعرها. انا احب البنت اللي بتحط ميك اب، تروح تغرق نفسها ميك اب. فتعمل ايه؟ فتيجي على نفسها عشان ترضي الشخص اللي معاها. دي بني ادمة عديمة الشخصية، معدومة الشخصية، ما عندهاش شخصية خالص. هي أراجوز. عارفين العرايس اللي هي عرايس الماريونت اللي هي بيتلعب بيها، واحد بيحركها من فوق؟ هو الشخص اللي معاها بيبقى بيلعب بيها اللعبة دي، عاملة زي عروسة الماريونت. يجيبها يمين، يجيبها شمال، يطلعها فوق، ينزلها تحت، يخليها ترقص، وهي ما شاء الله سايبة نفسها. المهم انت تبقى راضي عني وما تسيبنيش. بتعمل كل حاجة علشان ترضيه، كل حاجة. وحتى اقول لكم على حاجة، لو حاجة هتيجي على اخلاقها وكرامتها هتعملها. لو قال لها بعتيلي صورتك وانت قاعدة بلبس البيت هتبعتها له. لو قال لها بعتيلي صورتك من غير هدوم خالص هتبعت له صورتها من غير هدوم خالص. ايوه، تستغربش. بيحصل كتير قوي قوي قوي. على فكرة الكلام اللي انا بقوله دوت انا مش بجيبه من عندي، انا بجيبه لك من ارض الواقع وبنقله لك عشان تفوق، عشان تعرفوا ان الدنيا مش كل الناس اللي فيها ملايكة. حتى لو هم كلهم شياطين ابقى انت اللي كويس. ما تقولش اصل كل الناس وحشة فابقى وحش زيهم. اوعى تعمل حاجة زي دي. لا تبقى هبلة تصدق اي كلام، ولا متلهفة المشاعر. هتاخدي ايه في الاخر؟ والله ما هتاخدي اي حاجة. وهتعرفوا، اقول لكم على حاجة يا شباب، بعد ما هتلف وتدور وتخش في علاقات وتطلع من علاقات، انت مش هتاخد اي حاجة، انت مش هتاخد مشاعر. مع الوقت لما حضرتك تنضج ومشاعرك تنضج هتعرف ان المشاعر الحقيقية ما تتاخدش من بشر. حتى اللي اتجوزوا قالت لك احنا ما خدناش مشاعر. ليه؟ المشاعر الحقيقية ما تتاخدش الا من بشر، لان البشر احوالهم متقلبة ومشاعرهم متقلبة وقلوبهم متقلبة وظروفهم متقلبة. بيحبك النهاردة بيكرهك بكرة، معاك النهاردة مش معاك بكرة، امين عليك النهاردة خاين بكرة. فدول ما ينفعش انك تاخد منهم مشاعر.
هيتغيروا عليك وهيتقلبوا عليك، وهتلاقي نفسك في الشارع قبل كده، يا اما هي هتسيبك وتمشي او هو هيسيبك ويمشي. ليه؟ ده حال البشر. فالمشاعر الأصلية بتتاخد من رب البشر، المشاعر البيور، المشاعر اللي على حقيقتها، المشاعر الأصلية ما تتاخدش غير من اللي خلقها. ربنا اللي خلق الحب، ربنا اللي خلق الحنان، ربنا اللي خلق الاهتمام، ربنا اللي خلق الأمن، ربنا اللي خلق السند، ربنا اللي خلق الاطمئنان. كل المشاعر دي بقى عند ربنا. فانت لما تقرب لربنا هيديك المشاعر دي، هيديها لك وهيديها لك صافية وجميلة. لكن تقعد تجري ورا الناس عشان تاخدها، لا، انت هتاخد فعلا وجع وألم وهتتعب نفسيا. لما تقعد تجري ورا المشاعر هتاخد وجع وألم وهتتعب نفسيا جدا جدا جدا. لذلك يا شباب ويا بنات، اتعلم الاكتفاء بنفسك. نفسك الحاجة الوحيدة اللي عمرها ما هتخونك، نفسك الحاجة الوحيدة اللي عمرها ما هتسيبك، نفسك الحاجة الوحيدة اللي عمرها هتقولك انت مين. لكن البشر هيعملوا معاك كده. نفسك اللي هتبقى معاك في الدنيا ومعاك في الآخرة ومعاك في الجنة، فهي أولى بكل حاجة. لكن تاخدي من ولد مشاعر، انت مش هتاخدي منه مشاعر، انت هتاخدي على قفاكي، وقفا هيوجع قوي 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 وهيطول مع حضرتك. تمام؟ فيلا تاني بقى نعيد كده الحاجات اللي هي البنات اللي هي ما بتبقى فريسة لأي ولد. رقم 1 هي المتلهفة للمشاعر. ايه الفرق ما بين الحب والعشق؟ الحب كرامة، الحب مشاركة، الحب رفعة، الحب ارتياح، الحب اطمئنان. اما العشق عذاب، العشق خنقة، ضيق، تعلق، كل ده. فحتى لا العشق ده بلوى سودة، بلوى سودة بمعنى الكلمة يعني. ممكن أستاذ تحفظ الفيديو وتنزله؟ حاضر، يعني بعد ما أخلص هتلاقيه موجود على الصفحة إن شاء الله. رقم 1 تاني، إيه هي المتلهفة للمشاعر؟ اللي عايزة مشاعر وخلاص وتسيب نفسها لأي ولد. رقم 2 هي الهبلة، اللي بتصدق أي ولد، كلمة توديها وكلمة تجيبها، يعني بتيجي سكة بسهولة يعني. دي اللي الولاد بيقعدوا يقولوا عليها فلانة يا ده انا اجيبها سكة بسهولة قوي 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 قوي، ده انا هاخد منها اي حاجة انا عايزها. قول لها بس كلمة بحبك، شكرا. اديها بس شوية اهتمام، شكرا. اي حاجة كده اديها لها، شكرا. سلمت النمر على طول. فدي الهبلة اللي بتصدق اي حاجة. رقم 3 هي اللي بتختار الشخص علشان شكله، عشان أمور وسيم، عنده عضلات، عنده شعر في صدره، عنده شعر في راسه، عنده كده يعني، بيلبس النضارة وبيحط برفيوم، وعنده العربية بتاعته وعنده شقته ومعاه فلوس وبتاع، تروح تختاره على طول. رقم 4 هي اللي بتيجي على نفسها علشان الشخص الآخر يرضى عنها، تغير في شكلها وتغير في لونها وتغير في كل حاجة علشان ترضي الطرف اللي قدامها. فطبعا دي شخصية مهزوزة عديمة الشخصية، بتبقى فريسة سهلة لأي ولد. تمام؟ فدول ببساطة كان حوار اللايف بتاعنا النهاردة. لازم يا بنات ناخد بالنا من الموضوع ده، ويا ريت الناس تشار اللايف ده والله، عشان في بنات كتيرة قوي 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 والله من الاستشارات اللي بتجيلنا والقصة اللي بنسمعها بيبقوا محتاجين حد يقول لهم الكلام ده، بس ما بيلاقوش حد يجي يقول الكلام ده، ما سمعوش حد ينبههم، فانجرفوا ورا الموضوع ده. فيا ريت كل بنت توصل الفيديو ده للبنات اللي موجودة في حياتها عشان تفوق وتركز وتاخد بالها، عشان القصص ديت قصة اللي يروح ما يرجعش. لو بنت خسرت نفسها وعملت علاقة محرمة مع الولد ده، خلاص الموضوع بقى صعب علاجه. خلاص انتوا دخلتوا في علاقة محرمة، هنعالج ازاي الموضوع ده؟ ملوش علاج. فاستناكم بكرة. حد بيقول استناكم بكرة الساعة 10:30. انت صح، ان شاء الله بكرة بإذن الله. اليوم بتاع الأسئلة يوم الخميس، أنت تسأل وأحمد الفاتح يجيب. جهز أسئلتك من دلوقتي عشان بكرة بإذن الله الساعة 10:30 هجاوب أسئلة حضراتكم بإذن الله على قد ما أقدر. اللي هعرف السؤال اللي هعرف أخده هاخده، ماشي؟ ما عرفتش معلش ابعته تاني. وفي أسئلة غصب عني بتبقى عايزة جلسة، مش عايزة ان انا اجاوبها بسرعة كده يعني. فان شاء الله استناكم بكرة الساعة 10:30 في فقرة انت تسأل واحمد الفاتح يجيب.
اشوفكم على خير.